اكتر لحظه حسيت فيها اني حققت انجاز كبير؟ احنا بنتخرج بنحس ان احنا مش عارفين ندير فاينانشالز، مش عارفين ندير نفسنا ايموشنلي ولا منتلي اون سايكولوجيكال ليفل. الحياه مدرسه بجد. بني ادم جواه عالم، هو العالم، فاهمه؟ اللي هو عارفه بيسموه ايه، الضغط الصامت. احنا في البوكس ده جمعنا اسئله كتير قوي من عندنا ومن عند الناس عامه. حاجات تخص المشروع بتاعك. فنفتح البوكس ونقرا الاسئله مع بعض. اول فقره انا مين. احنا عايزين نتعرف عليكي. كاتبين لك اسئله كتير قوي. يلا بينا. اوكي، كاتبين كل حاجه انا بعملها، ان انا بريسيرش في كوميونيكيشنز، ان انا كنت كونسلتنت اليونسكو وعامله انيشيتيف اسمها غير موجود بالخدمه. ساره سيف، عرفينا عن نفسك اكتر. ما اظنش ان في حاجه زياده اقدر اقولها، بس هو انا كل الحاجات دي مهنيا، بس انا لو هتساليني انا مين اكتر، انا قال ان انا واحده محبه للحياه وللثقافه والبساطه، فبس بحاول اعيشها اليوم بيومه يعني. وصفي ساره في 3 كلمات. صعب قوي السؤال ده، صعب قوي السؤال ده. وصفي ساره في 3 كلمات. انا دايما بقول ان انا شخصيه محبه للحياه، حي قوي، وشخصيه بتحب الثقافه والفن، فنانه جدا. وبحب برضو بحب المغامره، يعني بحب روح المغامره في اي حاجه. عايزين نعرف اكتر فكره غير موجود بالخدمه. سؤال لذيذ، جت منين فكره غير موجود بالخدمه؟ جت لان العالم كله استخدامه للموبايل كتر قوي، وكل الاحصائيات بتقول كده. وكنت مسافره مره لقيت فكره نادي اوف لاين اسمه اوف لاين كلوب، كان لذيذ قوي، فقلت ايه ده ما عندناش في مصر. بعدين حبيت اعمله في مصر، قلت لا، هو موضوع اعمق من كده. هو موضوع ان الناس محتاجه وعي على ازاي تستخدم اي حاجه فيها شاشه بوعي. فالديجيتال ويلنس، ان ازاي الواحد يستخدم اي حاجه فيها شاشه بصحه عامه. فبدات فكره غير موجود بالخدمه، وكلمه جت من زمان لما كنا بنتكلم في التليفون كان يقول لك هذا رقم غير موجود بالخدمه. اكتر لحظه حسيت فيها اني حققت انجاز كبير ما كانتش حاجه مهنيا صراحه، ما كانتش حاجه مهنيا خالص يعني. كانت ممكن تكون الحاجات البسيطه قوي، اللي هو ايه، مثلا قدرت مثلا اعمل حاجه لنفسي على الصعيد مثلا صحي، او ان انا بدات فترات اقعد مثلا مع ناس بحبها اكتر، وكل الكلام ده. فده الانجاز الحقيقي، الحاجات اللي تحسسك ان انت بني ادمه، مش ان ممكن انت تحكي لنا حاجه منها؟ بصي يعني انا في الاول كنت بشتغل كتير قوي، وبمناسبه رياده الاعمال اللي بنتكلم عليها كلنا بنحب نشتغل كتير قوي عشان نثبت حاجات كتير قوي. فاما قررت ان انا هسقط ده، مش ده هيبقى محور الحياه، ده كان اكبر انجاز ليا، لان حسيت لو هو في حياه وفي شغل في جزء من الحياه مش العكس. فده كان من الانجازات اللي بفتخر بيها جدا. الحياه علمتني سكيلز ايه ما اتعلمتهاش في المدرسه؟ كل حاجه. محدش بيعلم حاجه في المدرسه. هو احنا بنتخرج بنحس ان احنا مش عارفين ندير فاينانشالز، مش عارفين ندير نفسنا ايموشنلي ولا منتلي اون سايكولوجيكال ليفل، ولا رياده الاعمال، ولا ازاي نشتغل، ولا المجالات اللي بنشتغل فيها. احنا بنتعلم حاجات في الكتب مش عارفين حتى نطبقها. فلا، انا حاسه ان الحياه علمتني كل حاجه تقريبا. ممكن تقول لنا حاجه فور اكزامبل؟ يعني هو لما تيجي تفتحي شركه او تيجي تشتغلي في حته، ما حدش بيعرفك على المجال اللي انت شغاله فيه، ولا تتعاملي مع الناس ازاي، ولا في مدير ازاي، ولا تعملي برزنتيشن ازاي، ولا اي حاجه. هو انت كل اللي انت عارفاه يمكن معلومه او 2 على مجال احتمال تشتغلي فيه، وبرده مش هيفيد قوي لان الدنيا اسرع من التطور ده. فلا، انا مؤمنه ان التعليم، الحياه مدرسه بجد. ايه اكتر كتاب قريته وفرق معايا؟ كتاب بتاع دكتور محمد طه اسمه الخروج عن النص وعلاقات خطر، لانه كان اول كتاب قريته بالعاميه، وكان لذيذ وقصير وسهل قرايته، وبالعربي حسسني ايه ده في البني ادم، بني ادم جواه حاجه، البني ادم جواه عالم، هو العالم، فاهمه؟ فلا، كان من الكتب اللي فرقت معايا قوي قوي قوي. طيب دلوقتي احنا نبتدي بفقره يلا. لو دي اسئله كلها بادئه بلو. فيها سيتويشنز تقول لنا ازاي تتصرفي في السيتويشنز دي. لو ابني او بنتي قالت لي انه هيسيب التعليم ويبقى رائد اعمال، هشجعه ولا هرفض؟ هو دي اجابه ابيض او اسود، فانا لا اميل للابيض الاسود خالص. هو في كل الحياه رمادي، درجات من رمادي، فهكلمه وافهم هو بيفكر ازاي ونتناقش ونقرر سوا. لو مشروعي كان فيلم، كان هيبقى نوعه ايه؟ دراما طبعا. اكشن ولا دراما ولا كوميدي؟ اكيد دراما. هتختاري مين يكون بطل الفيلم؟ من الممثلين يعني حد مشهور؟ حد يبقى دراما. اظن هختار، سؤال صعب برضه.
بحب قوي، بحب احمد مالك. بحب احمد مالك، يعني بيعرف يعمل دراما وبتاتش كوميدي لذيذ خفيف، وبيعرف يعمل الحاجه حقيقيه. ففي ممثلين معين زي طه دسوقي، احمد مالك، بالنسبه لي هم حقيقيين قوي يعني، فبحبهم. السؤال اللي وراه، لو رجع بيا الزمن وبدايه رحلتي المهنيه هنصح نفسي بايه؟ والله هنصح نفسي، وزي ما بنصح، بس انا مش في مجال نصيحه، بس هو لما حد بيسالني دايما بقول لهم افهموا القيمه اللي بتحرككم في الحياه، وانتوا حابين تعملوا ايه. يعني مش عشان واحد اتخرج مثلا من مجال معين يبقى ده لازم يشتغل فيه، مش الناس بتقول لك لازم تشتغلي كذا يبقى لازم تشتغلي كذا، او لو انت اتخرجتي من مجال معين مش لازم الشركات دي اللي بس تشتغلي فيها. يعني انا لو رجع بيا الزمن 10 سنين لورا ما كنتش سمعت لاي حاجه اللي هو عارفه بيسموه ايه، الضغط الصامت، اللي هو انت حاسه انك محتاجه تعمليه عشان لو ما عملتوش انت مش ناجحه. فلا، ما كنتش هخلي ده يأثر فيا خالص الصراحة يعني. لو عندي فرصة ان حد مشهور يعمل اعلان لمشروع، هيكون مين؟ انس بوخش. بحب الناس الحقيقية واللي بتروج للحاجة الحقيقية. يعني ما بحبش الحاجة الاصطناعية قوي، او الحاجة اللي تشجع ان الواحد يكون في سوشيال كومبيتيشن. لا، انا احب الحقيقة، احب الواحد على الارض، احب الواحد كونكتد مع نفسه وحوار عميق. عشان كده الناس بتحبه، هو عشان ان هو بيقدم حاجة كل الناس مش بتقدمها، مع انها كل الناس عايزاها، فسهل وممتنع يعني. فبحبه قوي، واظن لو مثل هيبقى لذيذ قوي او عمل اعلان. لو خيروني ما بين ان حد يمول لي مشروعي بس هيحط شروط ازاي اتصرف فيه، او مشروعي يكون تمويل ذاتي محدود بس اقدر اتحكم فيه، ده سؤال بيقع في ناس كتير قوي الصراحه. انا بصي هقولك حاجه، رد على السؤال ده دايما بيرجع انا عايزه ايه من المشروع. في ناس بتبقى عايزه تعمل مشروع عشان تبيعه في الاخر لمستثمر، دي بقى يعني تمام. وفي ناس تانية بتبقى عايزه مشروع اللي هو باشن بروجكت، اللي هو بمزاجي بطريقتي حتى لو بفلوس قليله. انا اظن ان انا الناحيه دي اكتر. الفقره الثالثه معانا وهي فقره مم. تحدي الفاوندرز. ايوه، ايه بقى؟ في الفقره دي هنسالك شويه اسئله تجاوبي عليها في 30 ثانيه. مش استني بقى نشوف اول 5 مصطلحات في رياده الاعمال: investment، VC، co-working، summits، co-working، founder. طيب ممكن تقولي لنا ايه هم؟ مع الاسف كل الناس بتقولها بالانجليزي، بس يعني في سي هي الفينشر كابيتال، الحاجات اللي بتبقى بتحط فلوس، يعني اللي بتستثمر مور اور ليس. فاوندنج تيم او فاوندر، الناس اللي بتاسس، فريق المؤسس. كووركينج سبيسز اللي عاده معظم رواد الاعمال بيبداوا فيها عشان ما بيكون بيبوت ستراب او بيكات اوف فاينانسز، فما بياخدوش اوفيسز كبيره، فبيبداوا كووركينج سبيسز، مجال مشترك نقعد فيه. فانفستمنت ان حد يستثمر فلوس. تقريبا انا غطيتهم، اتمنى. طيب، 3 مهارات لازم تكون عند رائد الاعمال. لازم تكون مثابره، ريزيلينس، بجد هو اهم حاجه. وتاني حاجه قوه، mental toughness، ان الواحد يكون قوي ذهنيا، مش ذكي بس قوي ذهنيا. وتالت حاجه بالنسبه لي النتوركينج، ان الواحد يعرف شبكات، يشبك ازاي ويلاقي فرص مع مين وكده، دي من اهم الحاجات في زماننا ده. اي حاجه تانية تكتسب عادي. تخيلي انك في برنامج شارك تانك. اوكي، هعرض فكره مشروعي ازاي في 30 ثانيه. انا اظن انكم بتتكلموا على غير موجود بالخدمه. انا هقول باختصار شديد جدا ان العالم كله عنده ديجيتال ادكشن، كله مدمن تليفون لاسباب كتير قوي. والفكره كلها ان هو بيأثر على البرودكتيفيتي ليفلز بتاعتنا بناء على برودكتيفيتي وصحه نفسيه، بناء على احصائيات كتير قوي. فالفكره كلها ان هي ديجيتال ويلنس لاب، يعني بتعمل بحث وبتعمل ايفنتات، بتروج وبتشجع على ان ازاي ندخل الحياه بالتليفون بس بيكون بوعي اكتر، بمايندفولنس اكتر. باختصار شديد جدا بقى. الباشن ولا الكارير وليه؟ سؤال خطير، سؤال انا نفسي وقعت فيه كتير قوي، وما اظنش ان عندي رد حاسم، ومفيش رد ينفع للناس كلها. بس هو انا دايما اقول الباشن لما بيتعمل منه كارير، لما بيتحكم بفلوس الواحد ما بيحبوش. رابع فقره معانا ودي الاخيره. احنا سالنا الناس على اسئله حابه تسالها لك. مش ايه القرارات الصعبه اللي اضطريت اخدها في اول ما فتحت البيزنس بتاعي؟ انا كنت فتحت شركه من كذا سنه وقفلتها على طول باقل من سنه. القرارات الصعبه انك تاخديها
او انت بتعملي شركه تفهمي انت عاملاها ليه. هل هو سوشيال بريشر انك حاسه انك محتاجه تفتح شركه، ولا هو عايزه اظهر مثلا في الميديا، ولا هو انا فعلا عايزه اعمل فرق، ولا يعني ايه، ولا انا عايزه حريه مش عايزه اشتغل في شركه في شركه باطر معينه. فهو القرار الصعب انك تفتحي شركه، انك تفهمي انت فاتحه شركه ليه، وتفهمي انت داخله على ايه. يعني معظم الناس بتبقى حالمه قوي بالاند ريزلت وناسيه ان الدي تو دي بتاعها اليومي هو اللي في الاخر هيوصلك للاند ريزلت. الناس بتبقى حابه قوي اللقطه اللي في الاخر، بس الدي تو دي بقى اللي هو بقى ايه، حسابات وكلاينتس وكل الكلام ده، لا ده اللي محتاج الواحد يفكر فيه. محتاجين وقت قد ايه بعد اللونشنج عشان نحدد انا بنجح ولا بفشل فاكمل ولا لا؟ فلا، هو على حسب، ملاش معيار غير المعيار اللي انت بتحطيه للنجاح بتاعك. تحطي كي بي ايز لنفسك، عملتيها بتنجحي، بتشوفي ما وصلتش ليه، اشوف عملت ايه، ارفلكت واكمل تاني. مش قرار برضو حاسم برضو. ايه اهم البوزيشنز اللي المفروض تكون معايا وانا لسه ببدا الشركه بتاعتي؟ اظن انكم قصدكم الناس اللي بتبقى في فريقي، صح؟ والله في زمن الاي اي الموضوع بقى صعب. يعني انا لسه كنت كاتبه بوست بسال فيه، بتساءل فيه، وممكن الشركات تبقى فرد واحد بعد كده خلاص، لان الاي اي بيعمل كل حاجه. فانا مش متاكده قوي الزمن اللي احنا داخلين عليه ده هيبقى ايه الرد بتاعه. الزمن اللي فات واضح، بس الزمن اللي جاي ده محدش عارف بصراحه، يعني ما اقدرش ارد على السؤال ده. اخر حاجه معانا النهارده، عايزين ساره توجه نصيحه للفاوندرز. انا زي ما قلت لك انا مش في مكان ادي نصايح خالص، بس لو حاجه نفسي اقولها لاي حد بيفتح شركه او بيعمل اي حاجه، حتى لو بيشتغل في شغل عادي او في حياته اليوميه عادي جدا، هو بس يعني خليك في مصيره انت مؤمن بيها. يعني مش عشان الشطاره انك تعمل كده، ولا الموضه انك تعمل كده، ولا المجال كله بيقول كده، ولا ان كل الاندستري دي بتكبر فانا محتاجه اعمل حاجه فيها. بالعكس، حاجه مؤمن بيها هتبقى شاطر فيها، هتحبها، هتكمل فيها، هتنجح. المعادله بسيطه قوي، والواحد لما بيبدا يدور على حاجات براه مش مناسبه بالنسبه له، هنا بيكون المعضله. بس دي الحاجه اللي احب اقولها لك. شكرا ليكي يا ميرسي ساره. ليكوا انتوا، شكرا. شكرا لوقتك، وثانك يو شكرا، بجد على كل حاجه. ثانك يو فيري ماتش، ميرسي.